السلام عليكم اخواتي متتبعاتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم هذه الكنافه محشيه بالجبن، كتجي رائعه. هذه ما كتخطانيش في العيد، كل عيد خصني نصاوبها. عندي هنايا 500 غرام ديال الكنافه اللي غادي نفرتها هكا بيديا. تقدروا دوزوها في الهاشوار، ولكن انا نفضل انكم تحلوها غير باليدين. الا كانت قاصحه وما بغاش تحل معكم غادي ترشوها برشيشات ديال الماء وغادي تحلوها، غتحل معكم بسهوله. هنايا دوبت كميه من الزبده. من الاحسن ديروا زبده نوعيه جيده ولا الزبده ديال الاكل باش تجيكم بنينه. خلطوا معها شويه ديال الزيت وغادي نحاول انني نلبس هذوك الشعيرات كاملين بالزيت والزبده. غادي نزيد الكميه الثانيه. هنايا حاولوا انكم تلبسوا الكنافه كامله بالدهون. شفتوها خاصها مازال لذيذه، غتزيدوا شويه ديال الزيت النباتيه ديال الاكل. هاد الكنافه راه سهله. انا دائما حتى تيقولوا غدا العيد عاد كنصاوبها في الليل وكنخليها تبات تشرب العسل، كتجي لذيذه الصباح مع القهوه. هنا غادي نجيب هاد ليمول ديال لي كاب كيك وغادي ندهنو بالزبده والزيت، وغادي نجيب الكنافه ديالي وغادي نبدا نعمر. غادي ندير كميه من الكنافه وغادي نحاول انني نضغط عليها مزيان باش تاخذ لي لا فورم ديال المول. فهاد الكميه هذه راه خرجت لي جوج ديال هاد الليمون، يعني تقريبا شي 24 حبه ولا اكثر. غادي نجيب واحد الكاس وغادي نبدا نضغط في الوسط باش ياخذ لي الشكل ديال القالب، ونصاوب البلاصه فغادي نعمر بالكريمه. بالنسبه للحشوه هنا غادي نحتاج جبن كريمي. ديروا اي نوع من الجبن، جبلي بيرلي، ديروا اي نوع، ولا الجبن داك السطل اللي كنشريوه، اي نوع من الجبن. غادي تضيفوا عليه معلقه ديال السكر كلاصي ومعلقه ديال مايزينا. غادي نخلط كل شيء مزيان وغادي نعمر هذوك الحفر اللي درت ديال الكنافه بهذا الشكل هذا. ديروا اي نوع من الجبن، تقدروا ديروا حتى المكعبات ديال الكيري، وغادي تضيفوا عليهم معلقه ديال السكر كلاصي ومعلقه ديال النشا. صافي هنا غادي نبدا نجمع باش نسد عليهم. غادي نجيب كميه من الكنافه وغادي نسد على الجبن اللي عمرته لداخل. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كاع هاد الكميه اللي عندي. نحاول انني نجمع هذوك الجوانب. نغطي عليهم مزيان باش ما تخرجليش الحشوه على برا. من بعد غادي نجيب الزبده مذوبه وغادي نرش عليهم الزبده مذوبه من الفوق باش يجيوني محمرين ومقرمشين. نتوما عارفين ان الكنافه كتبغي الزبده وليدام. صافي بهذا الشكل غادي ندهنهم كاملين بهذا الشكل هذا وغادي ندخلهم للفران يطيبوا. الفران انا طيبتهم في الفران ديال الضو، النار من الفوق ومن الاسفل 150 درجه حتى كتشوفوهم تحمروا. كنخرجوهم مباشره وهما سخونين. غادي نخوي عليهم العسل من الفوق. العسل تكون خفيفه شويه، الا كانت عندكم العسل ثقيله غادي تزيدوا لها شويه ديال الماء زهر وتدفيوها وغادي تخويوها من الفوق. صافي وغادي تخليهم حتى يبردوا وتحيدوهم من المول. راه كيتحيدوا بسهوله مع انهم عامرين بالزبده، ما غادي لا يلصقوا لا حتى شي حاجه. بنفس الطريقه غادي نطيب البلاطو الثاني. وبالنسبه للتزيين فانتم غتشوفوا التزيين اللي درت انا، والتزيين كيبقى اختياري.
ولكن اللذة راه كتجي لذيذه بزاف. هانتوما كتشوفوا راه تخرجوهم من الليمون بكل سهوله، يعني ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه. هنا غادي نزينهم. انا اختاريت انني نزينهم بشويه ديال اللوز محمر مهرمش ومحمر. الا كان عندكم بيستاش تقدروا تزينوه بالبيستاش حتى هو هرمشوه واحد شويه. المهم التزيين كيبقى اختياري. لوز ايفيلي ولا قوقو ايفيلي ولا التزيين كيبقى اختياري. هنا درت لهم هاد الوريضات من الفوق، كيجي الشكل ديالهم رائع واللذه ما نعاودش لكم. حاولوا انكم تجربوهم، فانا كل عيد خصهم ضروري يكونوا عندي فوق الطابله. نتمنى اقتراح ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء والاهل ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. لا تنسونيش من لي لايك ديالكم ومن البارطاج. وشكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء مع فيديو اخر.